مين يعرف الغراب الأعصم؟ تعريفه ايه الغراب الأعصم؟ الغراب الأعصم هو اللي منقاره أحمر ورجليه حمرا برضه. الغراب اسمه الغراب الايه؟ الأعصم، منقاره أحمر خالص ورجليه حمرا، وهذا حيوان نادر، طائر يعني نادر مش موجود كتير. أنا بقول ليه كده؟ لأن في حديث مرعب، حديث مخيف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خير نسائكم الودود الولود المواتية المواسية إذا اتقينا الله، وشر نسائكم المتبرجات، شر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم. هذا حديث صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام هنا وصفهم 3 أوصاف: شر نسائكم المتبرجات، وقال هن المنافقات، ان هي متعارضة. إذ منين انت مؤمنة ومنين متبرجة؟ لأن ربنا بيقول: كل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. إذا الخطاب ده المؤمنة، فإذا كانت مؤمنة ينبغي أن تلتزم، فهذا يؤدي إلى تعارض أفعالها مع الإيمان. الأخطر من كده قال: يدخل منهن الجنة إلا مثل الغراب الأعصم، يعني نادر أن متبرجة تدخل الجنة. هذا شيء مخيف للغاية. ينبغي للمرأة أن تفكر 1000 مرة في هذا الحديث قبل أن تتبرج، قبل ما تزين وجهها بالأحمر والأصفر وترضي الرجال، قبل ما تلبس بنطلون ضيق، قبل ما تلبس ثياب شفافة، قبل ما تلبس مقطع، قبل ما تلبس شيء ممكن يفتن الرجال، قبل ما تضع الأحمر والأصفر والأخضر والأزرق، قبل ما تخرج من بيتها تراجع الحديث ده 1000 مرة. لا يدخل منهن الجنة إلا مثل الغراب الأعصم. وأخطر منه قول النبي عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء ذكر منهن نساء كاسيات عاريات. كاسية عارية، كاسية لابسة بس مش لابسة، يعني لابسة ضيق أو لابسة شفاف أو كشفة حتة كده وحتة كده وحتة كده وحتة مقطعة، كاسيات عاريات لا يدخلن الجنة. أخطر. ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة 40 سنة. هم لا يرون الإيه؟ لا يدركن حتى الحياة، هم أبعد ما يكون عن الجنة. هذا كلام خطير. يعني النساء في غفلة عن هذا. التبرج طبعا انتشر وعم وطم، فصار الأمر سهل بالنسبة للبنت إن هي تلبس لابسة ضيق، لابسة جينز، لابسة محزة، وتقول لك يعني أحسن من غيري مش لابسين أسوأ من كده، ما أنا مغطية جسمي أهو خلاص. لا، ليس الأمر كذلك. مرة تفكر كتير جدا جدا تلبس إيه، هتخرج إزاي. فالتبرج لا شك أنهم يعني شوف، عشان تعرف أنت بقى المرأة بتفتكر التبرج ده من الصغائر. لا، مش الصغائر، التبرج من الكبائر، من الكبائر. النبي عليه الصلاة والسلام جاءته امرأة تدعى أميمة بنت رقيقة، تمام، تبايعه على الإسلام. تعرفين النساء كانوا بيبايعوا الرسول على الإسلام، فكان لما يبايعوه كان يأخذ عليهم الإيه؟ البيعة، يعني بيقول لهم نتفق على إيه. طبعا الحاجات اللي بيتفق عليها دي كلها إيه؟ حاجات الخطيرة أكيد، فأكيد هيتكلم في الكبائر، مش هيقول حاجة من الصغائر. فقال عليه الصلاة والسلام لأميمة: أبايعك على ألا تشركي بالله. خد بالك الكلام هيجي مع إيه؟ ولا تسرقي ولا تزني ولا تقتلي ولدك ولا تأتي ببهتان تفتريه بين يديك ورجليك ولا تنوحي تصوتي ولا تتبرجي تبرج الجاهلية الأولى. تعرف إيه تبرج الجاهلية الأولى؟ كانت الست بتلبس لبسها كامل، بس بتيجي كده بدل ما ترمي الخمار قدام ترميه ورا، فيظهر ودنها والعنق والعنق كله، ويظهر فتحة الايه؟ فتحة القلادة ديت. هذا هو تبرج الجاهلية الأولى. بس كانتش مرة بتلبس لابسة مايكرو وميني ولا لابسة نص كم، لا 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 لا، كانش الكلام ده مش موجود في الجاهلية. كانت بس بترمي بدل ما ترمي الحجاب. عشان كده ربنا هنا يقول لنا ايه؟ وليضربن بخمرهن على ارميه قدام، مش ايه يعني هو كان بيترمى ورا، ارميه قدام، بس هو ده اللي هنعمله. هي ما كانوش بيلبسوا الخلاعة اللي احنا شايفينها دي، انما كانت بترمي لورا فيظهر. عشان كده بعض البنات تلبس الحجاب اللي معرفش يسموه الحجاب الاسبانيش ولا ايه، يطلع ودان. هذا تبرج الجاهلية الأولى، يبين العنق، هذا تبرج الجاهلية الأولى، هذا ليس بحجاب. تروح شدها كده على راسها على شعرها بس. طب ما هي في الجاهلية كانوا بيشدوا على شعرهم على فكرة يعني. وإنما ربنا لما وصف تبرج الجاهلية الأولى وصف ذلك أنها كانت ترمي الخمار خلف ظهرها، فيظهر الايه؟ الأذن والعنق وفتحة الايه؟
الصدر ديت. في بنات بيلبسوا كده، هو الحجاب ده هذا حجاب الجاهلية الأولى. فبالك بقى بما هو أسوأ من ذلك، بل ده من الكبائر بلا شك، واخد بالك؟ فبالك بقى لو اجتمع مع الكبيرة دي كبائر أخرى زي إيه؟ هو التبرج لوحده كبائر، فإذا اجتمع مع الإصرار يتعمل كم مرة؟ مشكلة بقى التبرج إن هو عداد سيئات جاري، يعني المرأة إذا خرجت من بيتها فإن العداد يجري إلى أن تعود. تخيل واحدة تقعد مثلا 10 ساعات كل يوم تعمل معصية ثابتة، وحسنات بقى وسيئات جارية. الحاجة التانية إن في استهتار، إن حد يجي يكلمها البيس بتاعها تقول لك يا عم تي ربنا أنت خليك في حالك، مالكش دعوة، بلاش تشدد، استهتار. طيب حط على كده فتنة الرجال بها، لو واحد اتفتن بسببها، راح عمل عادة سيئة بسببها، راح ماشى مع بنات بسببها، بقى بيبص لها، كل ما يبص لها بينسى دينه وبينسى القرآن، كل ده ميزان سيئاتها. بنت اتفتنت بسببها، اشمعنى هي لابسه كده عايزه البس زيها ولبست زيها، كل ده جمع بقى. الامر خطير، الامر خطير. فبالتالي يعني المراه ينبغي ان تفكر جيدا ماذا تلبس حين تخرج بيتها، وتتقي الله ما استطاع، وتستر نفسها على قدر ما تستطيع على اكمل وجه. فان هذا كما ان التبرج سيئات جاريه، الحجاب حسنات ايه؟ حسنات جاريه. منذ ان تخرج المراه من بيتها الى ان تعود فهي في طاعه الى ان تعود. فهنيئا للمحجبه حجاب الكامل خصوصا.